وقعت يعني خلص. شنو يعني؟ العقد شريعة المتعاقدين. مرات نوقع عقد إيجار أو نشتري شي بالأقساط أو نكفل واحد، وبعد فترة نكتشف إنه العقد بشروط صعبة جدا. نقول بس هذا ظلم، بس القانون يقول العقد شريعة المتعاقدين. شنو معناها؟ وليش القانون يحاسبك على توقيعك؟ وهل كل عقد لازم نمشي عليه حتى لو كان مجحف؟ خلونا اليوم نحكي بموضوع عن هذا المبدأ الخطير اللي يربطك بكلمة وقعتها بإيدك. مواد القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951. نص العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التي يقررها القانون. يعني شنو؟ يعني إذا وقعت عقد حتى لو بعدين ندمت ما تقدر تنكر التزامك به. هذا المبدأ موجود مو بس بالعراق، كل قوانين العالم المدني. مثلا وقعت عقد إيجار تلتزم به سنة، لازم تدفع كامل السنة حتى لو طلعت بعد شهر. كفلت صديقك بقرض، إذا ما سدد البنك ياخذ منك. قانون يعتبر توقيعك على العقد هو التزام قانوني كامل، كأنك سلمت مصيرك بإيدك باختيارك. شنو الحدود؟ اكو نقطة مهمة، القانون ما يخلي العقد مطلقة. مواد القانون المدني نص إذا كان في العقد غبن فاحش أو استغلال واضح يجوز للمحكمة أن تعدل أو تبطل هذا الشرط. يعني إذا تاجر كتب بعقد إيجار شرط جزائي تعسفي، المحكمة تقدر تلغيه إذا موظف مضطر يوقع على شروط مذلة حتى يشتغل. المحكمة تقدر تعتبر العقد باطل جزئيا. فالقانون ينظر لثلاث أشياء: رضا الأطراف وقت التوقيع، وجود استغلال أو غبن واضح، مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة. وهنا تجي سلطة القاضي يفحص العقد ويدرس الظروف وياخذ التوقيع كحكم نهائي دائما. قصة من الواقع. أتذكر قضية موكل يأجر شقة بعقد مكتوب به إذا خرج المستأجر قبل انتهاء العقد يدفع غرامة سنة كاملة، وفعلا طلع بعد شهرين بسبب ظروف صحية. صاحب الملك طالبه بالسنة كاملة. رفعنا دعوة والمحكمة حكمت بعدم استحقاق كامل المدة لأن الشرط مبالغ به. حالة ثانية، رجل وقع عقد كفالة القريب والبنك طالبه بالمبلغ كامل بعد ما هرب المقترض. حاول ينكر الكفالة بس القاضي قال له توقيعك دليل التزامك وانت مو مجبور إلا إذا ثبت استغلال واضح. فالدروس واضحة، قبل لا توقع اقرأ، وإذا ما تعرف اسأل أي محامي. الخاتمة: العقد مو بس ورقة، هو كلمة وموقف وربما مصير. لا توقع وانت مستعجل، ولا تستهين بكلمة أوافق. وتذكر دائما قانون يحترم التوقيع بس يحترم الإنصاف أكثر. إذا حسيت بالغبن القانون يسمعك، بس لازم تعرف الطريق الصح إله. نشوفكم بحلقة ثانية، ويا أخوكم حذيفة الشاهر من وسط بغداد.